السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني حبايبي كتير. النهاردة عايزين نعمل الطحينة بتاعة المحلات، الطحينة الاقتصادية. ايه هي؟ هنا دول رغيفين عيش فينو او شامي او العيش الابيض اللي يريحك وترتاحي فيه. تبليهم وتعصريهم كويس جدا جدا على قد ما تقدري. ماشي. هنا في 3 معالق طحينة، هنا معلقة كبيرة خل، وديت ليمونة صغيرة. لو انت عندك ليمونة كبيرة هتاخدي نص بس، انا هحطها كلها علشان هي صغيرة. معلقة ملح، نص معلقة كمون، شوية شطة، شوية بسيطة فلفل اسود. نبتدي ونقول بسم الله. هحط كل حاجة في الخلاط، وممكن كمان احط قرن فلفل اخضر. ننزل بدول كده. وهنا التوابل بتاعتي. بسم الله. هضربهم بقى في الخلاط، ونيجي نحطهم في العلبة علشان نحطهم يرتاحوا شوية في التلاجة. خلصت معاكم الطحينة. انا ضربتها في الخلاط اهي، بقى القوام بتاعها حلو قوي. الكوباية الصغيرة دي انا حطيت منها 2 مرات مية علشان العيش. انت طبعا صفيتيه جامد، بس رمينا المية بتاعته علشان النشا اللي فيها. بس انا حطيت مية من الكوباية الصغيرة دي، يعني انت ممكن تحطي ربع كوباية مية بالحجم ده. عايزة تحطي توم مفيش مشكلة، بس انا ما بحبش احط على الطحينة توم. بصي ادي دول 3 معالق طحينة ادوك الكمية دي كلها ما شاء الله. هقعدها بقى في التلاجة ساعة 2 لحد ميعاد الاكل. عايزة تعمليها من بالليل مفيش اي مشكلة، وهوريكي برضو شكلها لما احطها في التلاجة وهي تقيلة قد ايه. خلصت معاكم الطحينة بتاعتنا الجامدة جدا جدا. عايزة اقولك برضو على معلومة، ان هما في المحلات بيستكفوا بالعيش بس، حتى لونها بيبقى غير دي خالص. دي لونها طحينة عادية خالص عشان انا حاطة جواها طحينة، انما هما بيستكفوا بلون العيش بس، وبتبقى بيضة عن كده بكتير وانت عارفة كده. المية انت تتحكمي فيها في سمك الطحينة. انا بحبها سلسة كده، ولا تقيلة ولا خفيفة. علشان كده انا بقولك على التركات دي، وانت وراحتك، انت اللي بتتحكمي في المية. تحط ربع كوباية، نص كوباية، انت وراحتك. ان شاء الله تعجبكم، وتقولولي رأيكم في الكومنتات. السلام عليكم.